السيستم واقع. في حد دخل على الكمبيوتر وسرق الامتحانات ووقع السيستم اللي مسجل عليه كل بيانات الطلبه وحسابات المدرسه. يا نهار اسود ومنيل. طب اتصرف اعمل اي حاجه، تدوس على اي زرار. انا بحاول ارجع السيستم بس مش عارف. مصيبه، دي مصيبه. للأسف الأخبار عن المدرسة طلعت ترند وكل المواقع نشر الخبر ده. سلام مش فيروز، في مصيبه. غير ايه؟ ايوه، في لجنه بره من الوزاره جايه بتحقق في تسريب الامتحانات وعايزه تقفل المدرسه. الوديدي، منصور الوديدي، نائب الوزير. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك، اتفضل اقعد هنا ارتاح. اتفضل يا فندم، اتفضل. ارتاح؟ اتفضل حضرتك. ارتاح ازاي وفي مدرسه فيها كميه التسيب والاهمال ده؟ يا نهار بوظان. يا فندم ما حصلش حاجه، احنا مدرسه وليده، فطبيعي يبقى في شويه مشاكل يعني. شويه؟ مش في عهدي يا هانم. انا بيسموني في الوزاره القفل. عارفه ليه؟ عشان اكيد ما بتفهمش في الذوق. انت وليده لحظه. بيسموني القفل عشان اي مدرسه بدخلها بقفلها على طول بعد ما اطلع كل المخالفات اللي فيها. يا مستر منصور، حضرتك برضو لازم تراعي ان احنا سنه اولى دراسه، وعلى الرغم من كده احنا مركزين جدا واولادنا كلهم متفوقين. على كام؟ يعني ايه حضرتك مش فاهم؟ ايه على كام دي؟ الحلاوه. نعم. قصدي بعتوا الامتحانات للطلبه على كام؟ لا لو سمحت احنا مدرسه محترمه، واللي بيحصل ده مقصود بيه هز سمعه المدرسه. هز سمعه؟ هي لسه هتتهز؟ ما سمعه المدرسه اتهزت واللي كان يا هاني. انا هخرج من هنا وهاخد جوله في المدرسه في كل حته وهطلع كل المخالفات اللي فيها، وبعدين ابقى اجي لكم نكمل كلامنا. اتفضل. حظكم الاسود ان انتوا وقعتوا في طريق الوديدي، منصور الوديدي. غني عن التعريف يا فندم. ها؟ احنا في مصيبه. ايوه احنا في مصيبه. اترعقي ليه؟ ما انا عارفه. مالك يا فريدة؟ بفكر في موضوع مهم. ايه الموضوع؟ اصل انا متأكدة ان عمو اللي جه المدرسة النهاردة ده شفته قبل كده، وسمعته كمان وهو بيقول لمامي ان هو يقفل لنا المدرسة. بجد يا بنتي؟ يعني احنا هنعمل ايه؟ مش عارفة، بس المشكلة ان انا متأكدة ان انا لما شفته قبل كده كانش اسمه منصور، يعني كان عنده اسم وغيره. ايه ده؟ انا افتكرت شفته فين قبل كده. انتي رايحة فين؟ رايحة فين؟ هروح اكلم تيتا من موبايل طنط رامي. اوكي. مصر يعمل جولة المدرسة لوحده. ايه يا جماعة؟ هو احنا هنفضل ساكتين كده؟ مفيش، اصل احنا بنلعب لعبه اللي يتكلم من الاول يبقى حمار. ايه ده انا اتكلمت. انا بتكلم بجد على فكرة. هو انت يا ست البلوندات مش كنتي من شويه عماله تصرخي وتقولي مصيبه مصيبه؟ ايوه، ما احنا في مصيبة، بس طريقة حلها ما يبقاش ان احنا نفضل قاعدين ساكتين كده. ما هنحلها ازاي بس يا بيه؟ الراجل باين عليه هيكتب فينا تقرير محترم يقفل بيه المدرسه. معقول بعد المجهود ده الموضوع يخلص بالسرعه دي؟ لا والنبي يا جماعة بلاش النيجاتيف انرجي دي، تعالوا كده نهدى ونفكر نحلها ازاي. انا عندي حل. ها؟ احنا ممكن نكلم منصور ده في التليفون ونتخن صوتنا، نقول له منصور احنا نعرف عنك كل حاجه، لو ما عملتلناش تقرير لصالح المدرسه هنقول بقى لكل الناس الحاجات اللي احنا نعرفها عنك. انت عبيط يالا؟ ليه؟ احنا هندخن صوتنا ونهدده ونقول له هنقول الحاجات اللي نعرفها عنك؟ ده لو عيل في الابتدائي مش هيصدقنا. يمكن تنفع. قول. طب عندي حل تاني اقوله. ايه هتقول له بقى؟ ارفع ايدك، المكان كله محاصر. انت عرفت منين؟ شقي قوي. اسكت يالا، اخلص خالص. يا جماعة بقى على فكرة، حتى لو كتب تقرير وحش ضدنا دي مش نهاية العالم، لأن احنا ممكن نروح للوزير تاني ونحكي له كل اللي حصل بمنتهى الصراحة. يا دلال الموضوع المره دي كبير. احنا ما فيش قدامنا حل غير ان احنا نستنى اللي هيحصل ونتصرف بقى على اساسه. عارفين دي ايه؟ دي فيها بلاويكم كلها. انا عمري ما شفت مدرسه فيها كميه المخالفات دي. انا لو بايدي اقفل المدرسه دي مرتين مش مره واحده. يعني سيادتك احنا طمعانين في انك تدينا فرصه تانية يعني. كان على عيني والله، يا ريت ينفع. التقرير هيتكتب النهارده ويتبعت الوزاره، وبكره المدرسه دي هتتقفل.
بس بس ايه؟ انا ممكن اديكوا فرصه تانية، بس الفرصه التانية دي هيكون تمنها غالي قوي عليكم. يعني واضح حضرتك كده انك محترم وابن حلال وبشوش، والله بشوش. شاكرين جدا، الله يخليك. احنا عايزين نوصل لحاجه كده يعني نطلع كلنا كسبانين. ما تقول طلباتك يا استاذ منصور وتخلصنا. والله كلكم نظر. طيب انا بقول يعني 20,000 جنيه وتبقى كده رزقت وجبرت وكل حاجه يا فندم. لا هو انا كده يا دوب الحق اقفل المدرسه. طب نقول 50. لا هو انا كده هقفل المدرسه وهشمعها. طب ما تقول حضرتك عايز كام من الاخر؟ مليون جنيه. مليون ايه؟ امسك امسك مليون عفريت لما مليون جنيه ايه اللي انت بتقولها دي؟ مليون عفريت. كتفها. هو انا لو معايا مليون جنيه هقعد مع الناس دي ليه اساسا؟ حضرتك باين فاهم غلط. المدرسه هنا هدفها مش الربح، احنا العقد البسيط يعني بتاعنا. ليه هو انا مختوم على قفايا؟ عايز تقول لي ان مدرسه نظيفه زي دي ما بتجيبلكوش كده كام مليون؟ لا حضرتك ما بتجيب لناش، لان احنا بنصرف عليها من جيبنا اصلا. على العموم انا قلت اللي عندي. تعالى هنا ما تطلعش انت، ما تطلعش. احنا هنعمل ايه؟ هنديله بالجزمه. يا سلام، نديله بالجزمه وهو يدينا بالشمع الاحمر. بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر. عايز ايه انا مهزأ؟ مهزأ؟ حتى انت كمان عرفت. بقول لك انت ما تعرفش انت بتكلم مين على فكره، خلي بالك. برضه ما نفعلش 30 باكو وتعفق لنا التقرير ده. بقول لك ايه؟ تاخد انت 50,000 وتسكت خالص؟ انت لو اديتني 50,000 انا ممكن اقول لك على المخالفات اللي انت ما تعرفش عنها حاجه في المدرسه دي. هو لسه في مخالفات تاني؟ ممكن اتبلع على المدرسه واجيب لك مخالفات تاني. لو ما عملناش اللي هو عاوزه هيقفل لنا المدرسه. نجيب له مليون جنيه منين بس؟ على فكره بقى الراجل ده بيستغل الموقف، انا متاكده ان مدرستنا ما فيهاش المخالفات دي كلها. انا رايي ان احنا نلم اللي نقدر عليه ونقنعه بيه. انا مش موافقه. وانا كمان. على فكره بقى انا مش موافقه على الطريقه الرخيصه دي، ده اسمه ابتزاز ورشوه، واحنا بنعلم ولادنا القيم والاخلاق، ولا يمكن نكون منافقين نبقى بنعلمهم حاجه وبنعمل عكسها. وايا كان بقى ايا كان التقرير اللي حضرتك هتكتبه احنا مستعدين نتحمل عواقبه، واحنا بنعلم ولادنا هنا ان احنا نكون قدوه ليهم، والمبادئ ما بتتجزأش يا استاذ وديدي. طيب حلو قوي الكلام ده، ما تبقوش ترجعوا تندموا بقى. ها؟ رايح فين يا سنباطي؟ يما استاذه هناء. ياما مش هتقعد تشرب معايا القهوه؟ اقعد. هنا اتفضل. خير يا هشام، جايبني على ملا وشي ليه؟ اقعد عايزك. اديني قعدت اهو. خير؟ فاكر وصل الامانه اللي انت كتبته لي؟ معايا. ده انت ماشي بيه بقى. لا مش الفكره، بس انا من يوم ما خدته منك وهو في المحفظه عادي يعني. هاته. اتفضل. تمام. كده بقى انت مالكش حاجه عندي. دي ورقه التنازل عن حصتك في الشركه اللي انت مضيت لي عليها. كده بقى الاتنين اتقطعوا. ايه ده يا هشام؟ انا مش فاهم اي حاجه. افهمك. فاكر يوم ما جيت البيت وكتبت لي ايصال الامانه ده وانت مضيت لي على ورقه بالتنازل عن حصتك في الشركه، وانا خدت عهد على نفسي قدام ربنا وحلفت، قلت لو الشركه دي نجحت انت مش هتمشي وتسيب الشركه وهتفضل معايا زي ما احنا الاتنين مع بعض. هشام ده مش عدل.
انا زي ما كنت هاخد كل فلوسي منك لو الشركه وقعت، يبقى انت من حقك انك انت تنجح لوحدك، لان الشركه انت اللي قومتها لوحدك، انت اللي شلت الشيله. يا ولا افهم، مسطرة الصحوبية والعشرة اللي بينا مفيش أولها حقي وآخرها حقك. إحنا في بينا وبين بعض عيش وملح، وبعدين ده أنت لولا وقفتك في ظهري ما كناش نجحنا وعملنا الشركة دي. مش هينفع يا هشام، صدقني مش هينفع. أنا عمال أكبر فيك وأفخمك وأحاول أفهمك وأنت يعني بقول لك إيه؟ فكر لنا بقى في أكلة حلوة احتفالا بالورق اللي اتقطع والمناسبة الحلوة السعيدة دي، إيه رأيك؟ طب على حسابك ولا على حسابي بقى؟ أكيد طبعا على حسابك. طب يلا بينا. الله يا قدري الأسود. انا اسيبك يا واد، تعبيط يا واد. هناكل ايه بقى؟ والنبي يا استاذ انا اسف، حقك عليا، وربنا ما هعمل كده تاني. انا عيل فكيني وانا والله ما هعمل كده تاني. حقك عليا، انا اسف. انا عايز اروح اجيب فطار لامي. اجيب فطار لامي؟ ما تقولي لنا يا طنط ده حكايته ايه؟ مين منصور ده بالظبط؟ ما اسموش منصور، اسمه سنباطي، وكان موظف عندنا. وقدمت فيه شكوى صح؟ طبعا كان مرتشي، اترفد من حوالي سنة، وعامل نفسه قال ايه نائب الوزير، وعمال يلم في فلوس من الناس على حس النصبايا دي. هو حضرتك عرفتي منين ان انا هنا؟ فريدة حبيبة تتاه كانت في الحفلة بتاعت ترقيتي، شافتك نقرتك قالت ده سنباطي، وراحت قايله لي رحت جايه على هنا جري. الحمد لله انك جيتي يا طنط، دايما بتيجي في الوقت المناسب. عارفه دول كانوا عايزين يعملوا ايه؟ كانوا عايزين يسمعوا كلامه وهيدوا له فلوس لولا ان انا وقفت لهم. برافو عليكي. طبعا. وهتعملوا ايه دلوقتي؟ انت عرفت منين موضوع تسريب الامتحانات؟ والله انا ليا عيون في كل حته يعني. في حد من حبايبي قال لي الراجل ده بيكذب. اعترف. حاضر والله هقول لكم على كل حاجه. طيب خلاص عندي حل، احنا نكهربه لحد ما يعترف ويقول له عرف منين. لا كهربا لا، وحياه ابوك يا شيخ كهربا لا، والنبي يا جماعه والنبي. هو انتوا هتبقوا انتوا وابويا؟ خلاص لو مش عايز الكهرباء قر واعترف قول عرفت منين. يلا. انا عرفت من الاستاذه لميا. ايه؟ لميا تاني؟ هي اللي اتفقت معايا وقالت لي ان انا ابتزكوا واسجل لكم عشان هي علمت عليكم في الامتحانات. سجل لنا. سجل لنا بايه؟ فين الريكورد؟ في الجيب ده اهو. ايه ده معلش الدنيا مزنقه بس كده اليومين دول، وابويا كان جايبه معاه من العراق. ده خطير، يسجل كل حاجه. سجل لنا بموتورول. بايه؟ احنا احسن حاجه نسلمه للبوليس بتهمه النصب والاحتيال والابتزاز. لا والنبي يا جماعه والنبي حقكم عليا، المسامح كريم. لا احنا نستخدمه كدبل ايجنت. يعني ازاي؟ برافو عليك يا فريده. هي قصدها ان احنا نرد لها الضربه ونسجل له هو بيعترف عليها ونساومها، يا اما ننشر التسجيل يا اما تلم كل الصحفيين اللي بيتكلموا عن تسريب الامتحانات. برافو يا دول. كويس قوي، بس احنا بقى عايزين نلحق نرجع السيستم بتاع المدرسه ونطبع الامتحانات قبل اول يوم امتحان. بصوا يعني هو في واحد بس هو اللي انا ممكن اثق فيه، هو اللي هيقدر يرجع لنا السيستم، وانا متاكده انه لا يمكن يطلع الموضوع ده بره ابدا. طب ما تتصلي بيه. يعني مهزوزه شويه في القرار. انا هكلمه. ده انت استاذ عصمت. لا مش استاذ عصمت. الواد عزيز. صح؟ اقعد مكانه. الصغيره دي انا اللي فيه. اقعد. تعال. انت بتعمل ايه؟ ما انا اللي فيه. اربط يا ابني كويس. ما تربطه يا وزه. وزه. بقول لك ايه، اسمع يا سنباطي انت ولا اسمك منصور؟ انا عارفه اسمك ايه. انت لو ما كنتش تعمل اللي انا هقول لك عليه بالحرف انا هطلب لك البوليس. حاضر، وربنا اللي هنفذ كل اللي هتقولوا عليه عشان نفكك. والنبي فكيني. ممكن اعرف احنا قاعدين مستنيين مين يا اتش؟ اتقل وهتعرف في الوقت المناسب. هو انت عامل عليا اسرار ولا ايه؟ اتفضل. اهلا. عامل ايه ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل.
مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. باشمهندس ممدوح اللي حكيت لك عليه. اهلا وسهلا. استاذ خالد صاحبي وشريكي في المكتب هنا. اهلا مستر خالد. اهلا بيك. طيب بما انكم بقى اتعرفتوا على بعض، انا عايز اقول لسعادتك على حاجه. اتفضل. باشمهندس ممدوح انا قررت ان هو يبقى تالتنا، شريكنا يعني في المكتب هنا، ايه رايك؟ والله وجودك معانا في المكتب اضافه كبيره يا باشمهندس. اشكرك. بس هو ده مش هيبقى فيه اي تاثير على شغل حضرتك الاساسي. لا، ما انا متفق مع هشام. اي مشروع خاص بالشركه عندي انا مش هينفع اتدخل فيه خالص، دي امانه وانتوا عارفين. اكيد طبعا. وانا اتفقت مع ممدوح ان شغله معانا في الشركه هنا هيفضل سر لوضع مؤقت لحد الشركه ما تكبر والشغل يكتر، ساعتها بقى يروح بكل ثقه يقدم استقالته ويشرفنا هنا. ان شاء الله. ان شاء الله. توكلنا على الله يا جماعه، نقرا الفاتحه بقى. نقرا الفاتحه. انت يا دلال، هو ده الاكس بتاعك؟ ايوه. طب وانتوا سبتوا بعض ليه؟ ها؟ هو انت يا بنتي كائن ضغوف، ده وقته الكلام ده؟ والله ما هينفع. انا لو في سيرك مش هتقفوا تتفرجوا عليا كده. ما احنا اسفين يا هندسه. كمل كمل، ان شاء الله هتتفك على ايدك. الله ينور. رمات كامله. بس واضح ان هو شاطر يعني. ممكن يا باشمهندس يعني بعد ما تخلص عندي مشكله كده في اليوتيوب بالقناه بتاعتي تصلحها لي؟ يا جماعه مش معقول كده، سيبوه يركز. لا اركز ايه؟ ده التركيز ده بقى حلم اصلا بحلم بيه. ما تيجي تقعد على حجر احسن. انت مين اصلا؟ معلش بقى، ده اخويا للاسف، اخويا عزيز. وانت مين؟ اه انت شريكة دلال. انا بقى عزيز اخو شريك الدلال. بتعمل ايه يعني؟ اهو واقف. واقف؟ بتعمل ايه هنا؟ انا مخرج المسرح هنا. مخرج مسرح؟ اه. وايه علاقة مخرج مسرح بالمدرسة اصلا؟ تصدق ان المسرح ده في المدرسة؟ لا والله. او النعمة. طب وانا مالي؟ مظبوط. يعني انت مظبوط. لا هو ماله مش مظبوط. بيسألني انت مين؟ معلش انا برد عليه. خلاص يا عزيز. خلاص وانا صاحب فكرة المسرح بقى. نسيبه انا يركز. الفوندر بتاع المسرح. نسيبه يركز. اتفضل ركز. اتفضل اركز. لا انا بقول ان انا اخد بعضي واروح اقعد في مكتب دلال اصلا. يلا بينا، انا ودلال اصلا في مكتب واحد، واجيب بقى لحضرتك سندوتشات حلاوه بالقشطه بقى وندلعك. خليك انت هنا يا ادهم، اشتغل وخد راحتك، وكل هيخرج دلوقتي. اتفضلوا يا اساتذه، اتفضلوا بعد اذنكم، اتفضلوا. ما تنساش قناه اليوتيوب. سوري. اتفضلوا. انا متشكره قوي يا ادهم ان انت موجود النهارده. انت مش فاهم ازاي انا حاسه ان انا في كابوس. لا انا مش عايزك تقلقي خالص يا دودي. قصدي يا دلال. ان شاء الله هحل لك الموضوع ده النهارده. بعدين انت اي وقت تحتاجيني كلميني على طول هتلاقيني عندك. يعني احنا نقدر نعرف مين اللي عمل كده؟ لا دي صعبه. بس انا ممكن لما اراجع السيستم اعرف لك اللي عمل كده هو فين. ماشي. يعني هو في امل؟ اه طبعا. طالما انا جيت يبقى الموضوع مساله وقت مش اكتر. ما تقلقيش. ميشن كومبليت. بجد؟ ايوه طبعا بجد. اديني ثواني بقى هفتح اللوج اعرف اللي عمل كده منين. ماشي. ايه ده؟ في ايه؟ اللي عمل كده من بره مصر. بره مصر؟ بره مصر فين؟ اسبانيا. اي غريب جدا. الكود اللي هو مستخدمه ده مش اي حد يعرف يشتغل بيه. ده اللي بيعمل كده لازم يبقى توب ريتد هاكر. انا مش فاهمه اي حاجه. طب وده معناه ايه؟ معناها ده ان اللي بيحاول يأذيكي ده واصل جدا. طب وانا المفروض اتصرف ازاي دلوقتي يا ادهم؟ لا انا مش عايزك تقلقي خالص. انا هأمن لك السيستم على قد ما اقدر. بس عايزك تاخدي بالك من نفسك بليز. لان اللي بيحاول يأذيكي ده واضح ان ايده طايله جدا. ما تقلقش عليا. وحقيقي يعني متشكره. انا تحت امرك. والله يا مس لميا يعني منوره مدرسه الاميره فاطمه اسماعيل. ميرسي.
ده انا اللي اقول لك ميرسي. انا اللي المفروض اشكرك. تشكروني على ايه؟ اشكرك لان لولاكي ما كنتش هبقى واقفه في المكان ده دلوقتي. لولا اليوم اللي انا جيت لك فيه وخدت فيه فايل سيف ما كنتش هقدر اعمل اللي انا عملته. وانتوا جايبيني هنا علشان تشكروني؟ لا نشكرك ايه؟ احنا جايبينك عشان تقابلي منصور او السنباطي. اكيد بقالكوا كتير قوي ما شفتوش بعض. ما تقلقيش، هجيبهولك. هو جنبنا هنا، بس نخلص كلامنا وبعدين هجيبهولك. انا عايز اسالك سؤال، انت ليه بتعملي معانا كده؟ ليه بتكرهينا قوي كده؟ هو انتوا فضولكوا هو اللي بيخليكوا تسالوا ولا انتوا بتسجلوا لي؟ لا 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 لا، احنا مش محتاجين نسجل لك خالص. اصل سنباطي قام بالواجب. انا ولا بكرهكوا ولا اي حاجه. اي حد كان هيعمل اللي انتوا عملتوه كان هيحصل فيه كده. انا نفسي لو كنت عملت اللي انتوا عملتوه ده كان برضه هيتعمل معايا كده. ليه بقى؟ ليه بيتعمل معانا كده؟ ايه الافتراء ده؟ علشان انتوا قررتوا ان انتوا تهدوا المنظومه. منظومه مبنيه بقالها سنين وجايين تهدوها كده في كام شهر. بس انا عمري ما فكرت اذي حد. بس انتوا قررتوا ان انتوا تغيروا قواعد اللعبه وده مش صح. على فكره لو انتوا فاكرين ان انا اللي ورا كل اللي بيحصل لكم ده تبقوا غلطانين. انا مجرد ترس في مكنه اللي بيحاول يوقفها بتفرمه. ده انتوا عصابه بقى. منظومه يا استاذه دلال، مش عصابه. منظومه بتكسب ناس ملايين الملايين كل سنه. منظومه بيعيش من وراها اكبر رجال الاعمال في البلد. ومين ورا المنظومه دي بقى؟ مسعود زكريا. منظومه مش هتسمح لمدرسه بتقدم نفس الكواليتي بربع الثمن. لا معلش، ما تقوليش نفس الكواليتي. احنا احسن منكم 1000 مره. لا، ما هو الخناقه مش خناقه كواليتي ولا انتوا بتقدموا كواليتي حلو ولا لا. خناقه مصاريف. انا بعرض عليكم دلوقتي ان انتوا تنضموا للمنظومه دي ونتفق على المصاريف وتبقوا مننا، وحمايتكم وامانكم واجب عليكم. يا سلام، وايه كمان؟ صراحه انا ما شفتش غباء كده. انا جايه بقدم لكم فرصه ان انتوا تكسبوا اكتر وتقدموا الكواليتي اللي انتوا عايزينها وتبقوا برضو في حمايتنا، وبعد كل ده برضو رافضين. طب انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. المهم ان احنا عرفنا دلوقتي ان انت ورا موضوع تسريب الامتحانات واخبار الصحافه اللي نازله شتيمه فينا من امبارح. والمطلوب انك تكلمي كل الصحفيين يكذبوا الاخبار دي وينزلوا اعتذار. والاهم تقولي لنا مين اللي ساعدك تخترق السيستم. تيمور مش كده؟ مستحيل طبعا. انتوا ازاي عايزيني ان انا اكلم الناس واطلب منهم ينزلوا اعتذار لكلام انا اللي قايلاه؟ اللي يبوظ حاجه يصلحها. انت ما عندكيش اختيار غير انك تنفذي اللي انا عايزاه منك. وذوقيا مني وتسهيلا عليكي انا هديكي نص ساعه تعملي فيهم اتصالاتك، وخليكي متاكده انك مش هتخرجي من هنا لا انت ولا سنباطي غير لما تنفذي اللي احنا عايزينه. هو انت كان عندك علم ان مسعود زكريا ورا كل اللي بيحصل لنا ده؟ مش اكيد. يعني هتعدي على قبطان برضه؟ قبطان انا ولا مش قبطان؟ ولما انت شكيت يا عم ما قلتلناش ليه؟ ما جاتش مناسبه. بص لي كده ليه؟ انا رئيس مجلس اداره. اتفضلوا يا اساتذه. ايه ده في ايه؟ انا قلت لهم يا دكتور ان انت مريح. اسيبكم بقى، اروح اعمل لكم حاجه تشربوها. هنا؟ اوضه النوم؟ يا عم انت في ايه؟ انت بخيل ولا ايه؟ اللي دخل البخل بالموضوع، بس اعتقد دي اوضه نوم يعني. هي اوضه نوم فعلا، بس احنا حبينا نعملها لك مفاجاه. وانا اتفاجئت يا سيدي. قوم نقعد بره بقى. لا بره ايه؟ انت مش قاعد بقالك كام يوم عمال تقول انا تعبان مش قادر اتحرك. خلني. ايوه انا مش قادر اتحرك بره البيت، لكن جوه البيت الحمد لله بقدر امشي. ايه ده؟ مش قادر تتحرك بره البيت وجوه البيت بتمشي؟ العقده دي جات لك منين؟ انا بعز بشويه هزار، انا مش مستحمل. ايه بس؟ قول لي بس ايه اللي بالك كام يوم كده مختفي يعني؟ فيش، متضايق شويه. متضايق؟ لا سيبك من حكايه متضايق دي. مش في مدرسه محتاجه لك؟ لعلمك بقى الولاد كل يوم بيسالوا عليك. بلاش الولاد يا عم، احنا بنسال عليك.
يا جماعه انا قلت لكم موضوع المدرسه ده انا هبقى معاكم بشكل مؤقت لغايه لما المدرسه تقف على رجليها، واعتقد المدرسه وقفت على رجليها وتقدروا تمشوها دلوقتي. بص لي كده، بص لي كده، خلي عينك في عيني. انت مصدق الكلام اللي بتقوله ده؟ مصدق؟ استغفر الله العظيم. مصدق. وبعدين كمان انا مقصر في حق العياده بتاعتي كمان. طب وحق الولاد؟ ايه؟ فجأة هتسيب كل ده وتمشي؟ في حد يسيب ولاده كده في نص الطريق؟ ها؟ عادي. في ولاد بيسيبوا ابهاتهم في اخر الطريق. حتى لو ده حصل، الأب بالذات ما ينفعش يعمل كده. الأب هو القائد، هو اللي لازم ياخد باله من الولاد. الولاد دي مستنيين يتعلموا منك حاجات كتير، محتاجين إن أنت تعلمهم. وانا مش ضمني بقى اللي انا اعلمه لهم دول صح ولا لا؟ ما انا علمت ولادي ما اتمرش فيهم. هتمر في الغرب. ايه اللي حصل بس؟ مش كده ان ما حصلش حاجه. مش كده ان ولادي تعاملوا معايا ان انا على الهامش مش موجود. ده انا لما بعوز اسمع صوتهم انا اللي بكلمهم. لما بحب اشوف صور ولادهم انا اللي بطلبها منهم. حتى كل سنه وانت طيب استخسروها واستكتروها عليا. زورهم برضه يا شباب يعني، أكيد الحياة خطفاهم يعني، وبعدين هم زمانهم غير زماننا. الحياة بالنسبة لهم كلها ماشية بسرعة بسرعة بسرعة، وعندهم 100 حاجة ممكن تشغلهم. النبي عصمت متبرر الله يخليك، مفيش سبب واحد يخلي ولادي يتعاملوا معايا بالطريقة دي. ده أنا قلت أقل حاجة أحفادي هيبعتوا لي فيديو لكل واحد فيهم يقول لي كل سنة وأنت طيب يا جدو، وحشتني يا جدو. حتى لو من ورا قلبهم بالكذب يا أخي. أنا هصدق كذبهم، والله هصدق كذبهم، وهفرح إن خدوا من وقتهم وكذبوا عليا. هفرح. شوف يا شاب، أنا صحيح ما أعرفكش من زمان، بس الفترة القصيرة اللي أنا عرفتك فيها دي اتعلمت منك حاجات كتير أوي. طول الوقت أنا شايفك راجل متفائل، تقدر تأثر في الناس. عمري ما تخيلت لحظة إن أنا هشوفك باليأس والإحباط اللي أنت فيه ده. أنا عارف وبقدر شعوركم إن أنتوا عايزين تقفوا معايا في المحنة اللي أنا فيها دي، بس صدقوني مش هقدر أعمل حاجة. احنا مش طالبين منك انك تعمل حاجه، انت عملت كتير، انت عملت اكتر واحد فينا عشان المدرسه دي. ما انا قدامك اهو، انا دخلت الموضوع ده اساسا عشان خاطر بنتي، وعز راخر دخل عشان خاطر بنته. انت الوحيد اللي دخلت الموضوع ده عشان مؤمن بالفكره نفسها. خلاص يا عصمت، ده صاحبي وانا عارفه. أنا مش والله يا جماعة أنا ما زعلان منه، أنا زعلان عليه عشان بكرة لما ما يلاقونيش في وسطيهم هيندموا، والله هيندموا. ربنا يديك الصحة وطول العمر. ده بكرة هتلاقيهم كلهم حواليك، متقلقش. فك بقى، يلا عايز يسيبه مع نفسه شوية وهو هيفوق. يلا. شكرا كتر خيركم. شكرا على ايه؟ هي دي آخر تربيتي بيكو. هي دي الأمنية اللي كنت نفسي أخلف فيها عيل. استغفر الله.
جري يا عم عز، ما انت كويس زي الفل اهو. امال بيقولوا تعبان ليه؟ جبتوني ليه؟ هي قالت لك كده؟ امال انا بألف يعني؟ ماشي يا دودي، بتفول عليا ها؟ ما اقدرش يا بوبي. لما انت كويس بقى عايز اعرف في ايه جبتوني ليه؟ بص بقى يا انكل شهاب، بس بصراحه كده يعني حضرتك اكتر واحد تعب علشان وعملت كده من غير اي مقابل. فانا قعدت افكر كتير قوي ازاي ارد لك الجميل ده. لقيت ان اكتر حاجه اعملها لك اكتر حاجه تفرحك في الدنيا دي كلها. اظهر وبان. وحشتوني قوي قوي قوي. يلا نقعد. انا عملت كده علشان ابسطك مش عشان انكد عليك. كنتش متخيل ان احنا ممكن نتجمع احنا الاربعه تاني. ربنا يخليك لينا يا بابا، ربنا يخليك لينا يا حبيبي، دايما متجمعين بحسك. ما تفكرش كده، بلاش تقول كده، ما احنا متجمعين معاك اهو. يا حبيبي احنا دايما موجودين جنبك وما نقدرش نستغنى عنك. أنا آسف يا بابا، غصب عننا والله. وحضرتك عمرك ما حسستنا إن أنت ناقصك حاجة أو محتاج حاجة. لا يا ابني ما كنت عايز اشيلكوا هم. لا يا بابا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص بقى، خلاص احنا معاك اهو وجنبك، على فكرة انت على طول في بالنا وقلبنا. هو انت مش دايما تقولي ان البنت حبيبة ابوها؟ هو انا مش حبيبتك يا بابا؟ والله يا حبيبتي. على فكرة انت وحشتني قوي. وانت كمان قوي يا حبيبتي. وكمان يا بابا يا حبيبي، مش أنا اتحايلت على حضرتك كذا مرة إنك تيجي تقعد معايا ودايما حضرتك كنت بترفض؟ كتر خيرك يا ابني. طب أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا مستعد أسيب شغلي بره وأجي أشتغل هنا وأقعد معاك لو هو ده اللي هيرضيك. يا ابني اللي يرضيني ان انتوا تحسوا بيا زي ما انا بحس بيكم وتسالوا عني. مش تقضيت واجب. دودي الجواب ده جالك النهارده على البيت. في ايه يا دي؟ انذار بالحجز على المدرسه. أنا كنت متأكد إن حضرتك هتكلمني. يلا ما بجد حيلة. فندم؟ لا لا لا، ما تاخدش في بالك. فين الشيك والعقد؟ ده العقد. طبعا هنتقابل قريب كتير. بالمناسبة حضرتك تقدر تقفل قناتك على اليوتيوب. احنا هنبدأ بداية جديدة خالص بس على الشانل عندنا. إن شاء الله. مبروك. إن شاء الله خير. انا حاسه ان ربنا هيكرمنا باذن الله، مع انه لسه بدري قوي عقبال ما نلم الفلوس. أيوة بس التبرعات لسه شغالة، ما تقلقيش. انا ما كنتش متخيل الناس ممكن تتحمس وتدفع فلوس. البركه في سيف وحمزه وفريده والله. انتوا عارفين مين اللي هيدخل قدامنا في المزاد ده؟ اكيد طبعا رجال اعمال. اكيد مسعود زكريا هيدخل قدامنا المزاد هو كمان. طبعا دي فرصة عمره جت لغاية عنده. بس ان شاء الله مش هيكسبنا. وانت جبت الثقه دي منين يا سياده القبطان؟ ده احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا والذهب والعربيات واستلفنا من طوب الارض ولسه برضه ما كملناش الفلوس. على فكره بقى انا مش ده اللي قلقني خالص. انا اللي قلقني ان هو يحطنا في دماغه ويأذينا. اصله اكيد يعني مش هيلاقينا بننتصر عليه وهيسكت. ومن غير ما ننتصر هو اقوى مننا 1000 مره، يعني لو عايز يكسب المزاد هيكسبه. أيوة طب والحل؟ هنعمل إيه يعني؟ انا بسمع ان المزادات دي ليها كبارات بيتعمل لهم 1000 حساب. طب والكبارات دي اصلا هتفيدنا في ايه؟ واحنا هنوصل لهم ازاي؟ طب انا اعرف حد ممكن يوصلنا بحد من الناس الكبار دول. مين؟ هو ده اللي هيقف معانا في وش مسعود زكريا؟ معاك حق والله يا أبلة. أبلة؟ لا مؤاخذة، مزمزيل، بس عارفة برضه معاك حق. أنا مش عارف العشم اللي في الست فيروز ده كله جايباه منين.
كلنا مش عارفين. ما انا يعني افتكرت ان هو ممكن يعرف حد من الناس الكبار دول يفهمنا ايه موضوع المزاد. بصوا يا جماعه، انتوا صحاب حق. ايوه. وانا صحيح انا مش هعرف اعمل حاجه مع الراجل التقيل ده، بس يا ديدا انطق. بقول لحضرتك اهو، انا اعرف حد ممكن يسلك معاه. تاجر تقيل، شيخ الكبارات، كلمته مسموعه هنا وهناك، وبيتعمل له 1000 حساب في اي مزاد ممكن يدخله. ايوه هو ده يا استاذ دوده. ديدا ايوه يا استاذ ديدا. ممكن يفيدني بايه بقى؟ على فكره يا بابي، انا كلمت حسين وهو قال لي سيبيني افكر وهشوف حل في الموضوع ده. بص، احنا كل اللي احنا عايزينه من الراجل ده ان هو ينيم المزاد او يعطل الدنيا شويه. تهيألي سهله دي. طب فايه بقى؟ ها؟ اهدي اهدي. هديت. اربطي حماس الشباب ده واسمعيني. ربط. ده اصلا هيكلم حد يكلم حد يكلم حد يعرفه، بس ما تقلقوش باذن الله مقضيه. انا عامل تليفوناتي وان شاء الله خير. يا رب تسلم. اتفضل. سيعمل تليفوناته. هو ده اللي انت جبتيه؟ عامل ايه؟ انا العظيم عمركيش عملتي حاجه عدله والله، لا انت ولا اخوكي. فرجت يا اساتذه، انتوا ولاد حلال جدا والله. الباشا وافق يقابلكوا يا هوان. طب يلا بينا، يلا بسرعه. طمنونا. ولا حاجه، حكينا له على كل حاجه، قام هزز لنا راسه كده وقال لنا طيب. بس كده؟ بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن عن بدء المزاد على فيلا رقم 11 قطاع ألف الموضحة بكراسة الشروط المحجوز عليها من طرف بنك NDB. نبدأ المزاد ب 8 مليون جنيه. تبدأ أنت ولا أبدأ أنا؟ هبدأ أنا. 8 مليون و300 ألف. 8 مليون و300 ألف جنيه هنا. 8 مليون 350. 8 مليون و700 ألف. 9 مليون. 9 مليون و100 ألف. 9 مليون و300 ألف. 9 مليون و300 ألف هنا. مين يزود؟ 10 مليون. 10 مليون و200 ألف. هنجيب الفلوس دي كلها منين؟ هنعمل ايه يعني؟ بس. أنا ممكن أسيبك تلبسي، بس أنا زهقت خلاص. أنا هخلص. 11 مليون. 18 مليون و400 ألف. 18 مليون و400 أيمن بيه. 20 مليون. 20 مليون مسعود بيه. مين يزود هنا يا جماعة؟ هنعمل ايه يا جماعه؟ 20 مليون هنا يا جماعة. هنزود خلاص، ما عندناش اوبشن 20 تاني. مليون مسعود بيه. امال هنسيبه يكسب؟ على أونا. على دوب. 21 مليون. 21 مليون عند السويسي بيه. 22 مليون. 22 مليون ونص. 23 مليون.
23 مليون ونص. انت جاي تعرق السويسي يا ابني؟ روح قول اللي مشغلك هديك انا 300 ويخلع. 23 مليون ونص عند السويسي ليه؟ 24 مليون. لا ده احنا مطولين بقى. مين يزود يا جماعه؟ 31 مليون. الموضوع هيطول. ما هو اكيد مسعود ده مش هيجيبها لبر. 31 مليون و200 الف. لو سمحت يا فندم، المزاد ده ملغي. اخيرا يا حسام. يعني ايه ملغي؟ احنا قدمنا التماس لقاضي التنفيذ ان المبلغ اللي قدرنا نجمعه يغطي الاقساط المتاخره ونعيد تقسيط وتجدولة المبلغ اللي باقي، والحمد لله القاضي وافق. على كده يا جماعه يبقى المزاد اتلغى. الحمد لله. مبروك. معلش بقى، فرصة تانية يا أستاذ مسعود. أحب أعرفك السويسي بيه أجدع واحد في الدنيا. انت معاهم؟ طبعا انتوا فاكرين ان هي كده خلاص خلصت. لسه بدري. واضح بس ان انا كنت مقلل من قيمتكم شويه، بس ملحوق. هنروح من بعض فين؟ لسه اللي جاي تقيل قوي. ليه، هو حضرتك فاضي ولا إيه؟ الجماعه دول تبعي. هتفكر تقرب منهم تاني هتلاقيني في وشك. شيلهم من دماغك احسن. وان عدتم عدنا يا مسعود. اشرب لك حاجه ساقعه وانت ماشي. متشكرين. على الله يا باشوات. انا بس عندي سؤال لحضرتك. افرض يعني حسام كان اتاخر ولا ما جاش ولا ما عرفش ياخد الحكم، حضرتك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتشتري فيلا؟ وهو ده سؤال برضه يا فيروز. أكيد السويسي بيه كان هيكسب المزاد ويرجع لنا المدرسة، وإحنا هنرجع له الفلوس بالقسط. لا طبعا، كنت هدها وابني مكانها برج. إيه الإحراج الغريب ده؟ إيه ده؟ وهنا بقى يبقى كرم ربنا. الحمد لله. خلاص يا مازن، هتسافر وتسيبني؟ الواد ده انا مش فاهم لك الكلام ده، الله يخليكي. انا متلصم خلقه. مش فارق لك تسيب اختك الوحيده بطولها؟ بطولها ايه يا بنت انت؟ جوزك وولادك فين؟ ربنا يخليهم لك. وبعدين انا هروح فين؟ كده كده راجع. صح هيبقى متأخر شوية وشوية حاجات فايتاني، بس أكيد راجع إن شاء الله. بس انت وكرمة هتوحشوني قوي. أنت بقى تاخدي أجازة إن شاء الله وتجيلنا. طب يلا عشان إحنا نتأخر على الطيارة. بابا أنا مش عايزة أسافر، أنا عايزة أقعد مع صحابي. حبيبتي زي ما اتفقنا في الأجازة هنيجي وتقعدي مع أصحابك وتشوفي كل اللي أنت بتحبيهم. طب وميمي ودودي مش هيجوا معانا؟ ميمي إن شاء الله هتجيلنا بيتنا الجديد. طب ودودي؟ هجيبها معايا يا حبيبتي. فكرت تعتذر لدلال؟ حاول، جايز تسامحك. ما بقتش فارقة يا مودي، خلصت خلاص. طيب أنا عشان كده هنتأخر مش هنلحق الطيارة. مش عايزة أركبها أصلا. خلي بالك من نفسك.
يا ابني يا ابني بالراحه شويه على ايه التنشن اللي انت فيه ده؟ مش عارف يا بابا، خايف كده، حاسس ان كل حاجه هتبوظ، مش عارف ولا في ليه. اي حاجه هتبوظ خالص. بالعكس بقى، كل حاجه هتطلع حلوه ان شاء الله. ولعلمك بقى لو قبل النهارده قعدوا حلفوا لي 100 يمين ان انت ممكن تتحمل مسؤوليه مسرحيه زي دي، والله العظيم ما كنت هصدق. والله يا بابا من سمعك انا نفسي حاسس احساس كده اول مره احسه، حاسس ان انا خايف على شكلي وخايف على مجهود العيال دي، حتى خايف على اسم المدرسه. هو ده احساس حلو، احساس حلو قوي. ولعلمك بقى انا متابعك يا ولد، وسامع ان انت عامل شغل حلو قوي. مش قوي يعني. لا قوي. صح يا فريده؟ صح. خليك واثق في ربنا يا خالو، هو اكيد يعني مش هيضيع ولا تعبك ولا تعبنا كلنا. يا حبيبه جدو، ونعم بالله. انت تسمع كلام فريده. يلا تقوم دلوقتي تغير هدومك، تغسل وشك كده وتدعي ربنا، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام وزي الفل. حاضر. شوف اللي انا قلت لك عليه. اما انت بقى يا ست فرفوره يا قمر، انت مش عايز اقول لك جدو فخور بيكي جدا جدا جدا. حاسس كده ان انا قدام نجمه كبيره كده واثقه في نفسها، هتعمل دور عظيم. انا خايفه، انا مرعوبه مش خايفه. انا حاسه اني هنسى الكلام كله، بس انا عامله نفسي شجاعه وقويه بس عشان زيزو ما يتوترش. يا حبيبتي على فكره الاحساس ده بتاع النجوم الكبار قوي، وانا مبسوط انك انت كمان بتشجعي زيزو عشان ينجح. بس انا متاكد ان انت شطوره وهتعملي الدور حلو قوي قوي قوي، والناس هتسقف لك كتير جدا. السلام عليك يا بابا، قاعد تهدي في ده وتطبطب على دي، وانت اكتر واحد تستاهل الطبطبه. لا يا حبيبتي، الحقيقه بقى ان اكتر حد يستحق الطبطبه انت، مش الطبطبه، لا انت تستحقي نقول لك شكرا وبرافو يا فيروز. انت شايله حمل حبيبتي ما يشيلوش جبل، مش بس حمل المدرسه والمسرحيه، لا انت شايله حمل تقيل قوي من اول عاصم الله يرحمه لغايه دلوقتي. والله يا بابا كل حاجه بتهون لما بشوف فريده كويسه وبخير. انا متشكره قوي ليك يا بابا على كل حاجه. متشكره؟ تقولي لباباكي متشكره؟ بصي بقى يا ستي، ما دام قلتي متشكره، ايه رايكم بعد ما تخلص المسرحيه والاجازه تبتدي ناخد بعضنا كده كلنا ونسافر كام يوم في اي حته تختاروها ونصيف؟ يا ريت يا بابا يا ريت، انا نفسي اشم نفسي، وفريده نفسها تروح البحر. خلاص، ما دام فريده نفسها تروح البحر اختاروا اي حته عايزين تروحوها وانا موافق عليه. بقول لك ايه يا هشام، هو انا عندي خبر ليك كده، مش عارفه هيفرحك ولا هيزعلك. لا يا رنا، ولا بقى في حاجه تفرح ولا تزعل، كلها ايام ونعيشها خير. ده ايه الرخامه دي؟ انت بقى عايزه ولد ولا بنت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانت عرفت منين؟ من تست الحمل اللي منور على حوض جوه يا قمر. ايه دي النيله؟ طب ودي حاجه تفرح ولا حاجه تزعل؟ هي ما تفرحش، هي تطير من الفرح. بجد؟ اه بجد، بس يعني في مشكله صغننه قوي. الواد حمزه اشمعنى حمزه؟ يعني هنكسر حصاته كتير قوي الفتره اللي جايه، بقى دكتور سونار. ايوه اكبر. ايوه هنعمل كده اكيد. مبروك يا روب. الله يبارك فيك يا حبيبي. وعايزك بقى تربيه او تربيها كويس حياة ابوكي، وعايزه يطلع احسن من زعيم العصابه اللي انت مخلفاه لي جوه ده. بس لو سمحت ما تقولش عليه زعيم عصابه. بقول لك ايه، هما الحوامل بيحلوا قوي كده يعني في الاول ولا بيبقوا ايه؟ مش عارفه. مش عارفه. يلا اتفضلي. لا 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 لا، استني بقى زي الافلام العربي، واحده واحده كده. ده قديم قوي. ايوه ما احنا قديم، ما انت حامل بقى في الشهر الاول. ايوه هتبقي احلى واحده في الدنيا النهارده. بصي بقى، انا عايزك تبقي مركزه، عايز الناس كلها تقول ايه الصوت الحلو ده. حاضر يا بوبي، بس انا خايفه اتلخبط. لا لا لا، مش هتتلخبطي خالص. مس رنا قالت لي انك حافظاها كويس قوي، بعدين انت صوتك حلو جدا. كان نفسي اغنيها قدامك وتقولي رايك. لا، انا عايز اسمعها لاول مره، عايز اتفاجئ كده، وبعدين انا متاكد ان صوتك حلو جدا. بوبي، هي مامي هتيجي صح؟ اكيد اكيد طبعا يا حبيبتي، اكيد. كان نفسي نروح احنا الثلاثه مع بعض. ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. يلا بقى عشان ما نتاخرش بقى. ماشي يلا.
يلا يلا. مساء الخير يا فندم. يا فندم. ايه يا دودي؟ دودي، هو حضرتك تعرفني؟ حضرتك؟ يا دودي انا عمر الورداني. لا معلش، انا مش فاكره حضرتك خالص. اطلعي من دول، ازاي مش فاكراني؟ احنا مع بعض في المدرسه يا بنتي من زمان. انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ عمر الورداني ده احنا مع بعض من جريد 1 لغايه اي جي. معلش سوري، غصب عني مش فاكراك. لا يبقى فكرك بقى. فاكره يوم حفله التخرج بتاعتنا لما ميسون لزقت لك حاجه على الكرسي وندهوا اسمك عشان تطلعي تستلمي التخرج بتاعك ففضلتي لازقه في الكرسي؟ انا اتخيل ان انت لغايه النهارده لسه ما اتخرجتيش. لا الحقيقه معلش مش فاكراك، بس فاكره بقى ميسون لانها كانت رزله وبايخه وكلامها فظ كده. في الواقع يعني انت عندك حق في حكايه انها مدب دي، بس ما ينفعش تفتكري ميسون وتنسيني. ده انا وميسون كنا كده توأم يعني. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ بتعملي ايه؟ هشوف بقى حضرتك، المدرسه اللي انت واقف فيها دي انا مديرتها. يا دودي، وصلت بيك الدرجه انك تشتغلي مديره مدرسه عشان تتنمري على العيال وتطلعي فيهم عقدك؟ انا مش مصدق. عقدة ايه؟ انا ما عنديش عقد على فكره، لعلمك بقى انا مدرستي دي من انجح المدارس. ايه ده؟ في ايه يا دودي؟ من امتى العصبيه دي يا حبيبتي؟ انت عمرك ما كنت كده. لا طول عمري عصبيه بقى على فكره، وباخد حبوب مهدئه كمان. ياه، من امتى العصبيه دي كلها يا دودي؟ ده انت طول عمرك كنت مسالمه نسمه، ده من كتر ما انت كنت جميله ورقيقه كانوا بيقولوا عليكي حفق الفصل. هو مين ده يا دودي؟ ده واحد مش فاكراه. حد ما يفتكرش القمر ده، انت اتجننتي. لا انا هفتكره خلاص. طيب يا دودي، سيبك بقى عشان المسرحيه هتبدا. اسمعي كلام صاحبتك. رسالة دي؟ ده رسل ده قمر. كان الكراش بتاعي زمان ايام المدرسه، وطول عمره غتت كده وفظ في طريقه كلامه. كان مديك الطرشه يعني، تقلان عليكي عشان كده متغاظه منه. ايه موضوع بنت يا فيروز، بنت يا فيروز، الزمي حدودك. انا هتلاقيني واقفه يمين تقفي انت شمال، تلاقيني واقفه قدام تقفي انت ورا. اتخري اشبعي بيه يا اختي، اشبعي بيه. احنا فين؟ معرفش، بس انا متأكدة ان ده مش القصر. تفتكر الجن يحقق الأمنية؟ طب هو انت طلبت منه ايه بالظبط؟ انا قلت له ان ينهي موضوع الأميرة وباباه. طب هو انت وضحت له انه أميرة؟ اكيد مفيش أميرة غيرك. لا طبعا، الأمارات كتير. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا اللي انا فاكره ان انا كنت واقف قدام الهرم بتاعي. طب هو انتوا كلكم كنتوا فين اصلا قبل ما تيجوا هنا؟ انا كنت في المعبد مع قيصر. احنا المفروض نرجع ازاي؟ انا لازم ارجع علبة هايدي، لازم ارجع الخاتم بتاع بابايا. انا وياسمينة كمان عندنا مشكلة، لازم نحرر باباها من جعفر الشرير. يا جماعة ما تفقدوش الامل. نعمل ايه؟ ما كل حد مش عارف يحل مشاكله. يعني خلاص كده مش هنقدر نرجع للزمن بتاعنا؟ هنا حلو برضه، ممكن نقعد كلنا مع بعض. مستحيل، لو كل واحد مرجعش زمنه كده ممكن يحصل مشكلة كبيرة قوي في التاريخ. يا جماعة احنا اكيد متجمعين مع بعض هنا عشان سبب مهم. طيب محدش عارف يحل مشكلته بطريقة تانية؟ أنا عندي فكرة، احنا موجودين هنا علشان كلنا نساعد بعض. ماشي، يبقى احنا لازم نحل مشاكلنا واحدة واحدة. أنا حقيقي فخور بيكم. كنتم قد الوعد اللي انتوا وعدتوه.
انا لسه فاكر اول يوم جيتولي في الوزاره وقلتوا حاجات كتير ووعدتوا بحاجات كتير. انا قلت لكم ساعتها انكم لو حققتوا 70% من اللي انتوا بتقولوه انا اكون فخور بيكم وسعيد للغايه، وانا بمنتهى الثقه بقول لكم انكم حققتم اكبر بكتير من توقعاتي. انا كنت متابعكم طول الوقت ومتابع المعوقات والاخطاء والغلطات اللي حصلت، لكن ده وضع طبيعي جدا جدا انه يحصل في الاول. لكن انا متاكد انكم هتجتازوا الاخطاء دي السنه القادمه، ومتاكد كمان ان انا السنه الجايه هاجي لكم زي النهارده وهنحتفل بنجاح اكبر، لانكم حقيقي قدوه لكل المدارس اللي عايزه تقدم حاجه للبلد. بشكركم مره اخرى ومبروك. أنا من سنة ما كنتش أتخيل إن ممكن هنعيش يوم زي ده، يوم من أحلى أيام حياتي. ومن سنة برضو ما كنتش متخيل إن بنتي دلال ممكن تنجح في اللي هي بتعمله. أنا زيكم بالظبط على فكرة، يعني بقلق على مستقبل أولادي، وحفيدي سيف بالذات شاطر في الشقاوة. واحنا كلنا كأهالي دايما بيبقى نفسنا اولادنا يطلعوا احسن مننا. يمكن تعمل لهم اللي ما تعملناش. مش طمع ولا انانيه، بالعكس ده حب. احنا طول عمرنا نفسنا اولادنا يطلعوا احسن مننا، صح؟ أنا من زمان كان نفسي سيف وزمايله يتقدم لهم أحسن تعليم. كنت فاكرة إن دي هتبقى معادلة صعبة جدا، بس مع الوقت اكتشفت إن بشوية تعب نقدر نحقق ده، نقدر نقدم لهم أحسن تعليم وأحسن تربية. وبأقل التكاليف قدرنا نحقق المعادلة اللي طلعت مش صعبة قوي ولا حاجة. بس الأكيد إيد لوحدها ما بتسقفش. من غير تعبكم كلكم معايا عمري ما كنت هعرف أوصل للي أنا حلمت بيه. من غير دعم بابي ورجاء وانت يا أنكل عزت وانت يا طنط هناء، من غيركم عمري ما كنت هعرف أعمل أي حاجة. وأكيد طبعا من غير سيف وفريدة وحمزة واللي خلونا نعدي حاجات كتيرة جدا، وطبعا كل أولياء الأمور والستودنتس اللي اتبرعوا علشان المدرسة دي تكبر. حقيقة أنا بشكركم كلكم. والأهم من كل ده يهمني أشكر حد مهم جدا، حد كان واقف معايا بجد من أول يوم، دكتور شهاب. الو، ازيك يا مسعود؟ ازيك يا من غير رغي كتير. زكريا باشا بيقول لك خلاص سيب موضوع المدرسه. هو ايه اللي اسيب موضوع المدرسه؟ هو انا عيل صغير؟ اسمع الكلام، زكريا باشا خلاص بعت اللي هيتصرف ويعمل اللي انت فشلت فيه. بعت مين؟ ايوه يا باشا، ما تقلقش، ما دام انا جيت انا هخلص كل حاجه، ما تقلقش. أنا أكتر واحد فرحان وفخور بالنجاح اللي أنت عملتيه. مش عارف هتفتكري ولا لأ، بس زمان كنت بقول لك لو هديتي وفكرتي بعقل هتبقي أحسن واحدة في الدنيا. بجد دي أحسن نسخة من دودي أنا شفتها. بجد يعني متشكرة يا أدهم على الكلام الحلو ده. أنا مش عايزك تقولي أي حاجة، عايزك النهاردة تنبسطي بالنجاح اللي عملتيه، وبعدين الكلام هيبقى كتير. يا أدهم طب انا في حاجه لو قلت لك عليها هتفتكري، يعني هتفتكري. مش انت كنت زمان بتلبسي نضاره قعر كوبايه وكنت عامله بريد؟ خلاص والله العظيم افتكرت. كنت اقول لك على شعرك. طب خلاص افتكرتي يعني؟ ايوه. بس حلويتي قوي عن زمان، يعني زمان كنت حلوه بس دلوقتي بقيتي احلى بكتير. بجد؟ بجد والله. وعلى فكره بقى انت كمان بنتك زي القمر. بنتي؟ استهبلي بقى، انت عارفه انها مش بنتي، دي بنت اختي. لا ما اعرفش. لا عارفه، من ساعه ما دخلت وانت
قرمتي بعينك كده على صوابعي عشان تتاكدي ان انا مش لابس دبله؟ اطلاقا. ايوه خلاص انا خدت بالي. وانا برضو يعني ما كنتش جاي النهارده عشان المسرحيه وبس. امال انت جيت علشان خاطر ايه تاني؟ انا عندي شركه اسمها MORDSW. الشركه دي بتشتري المشاريع الصغيره الفاشله وتاخدها تنجحها لو سمحت انا مدرستي مش فاشله. وانا ما كملتش كلامي. اتفضل. وبناخد كمان المشاريع الصغيره الناجحه نكبرها ونخليها انجح. عشان كده جيت عشان اتفرج على المدرسه بتاعتك. الفتره اللي جايه هيكون في بينا شغل كتير وحاجات تانية كتير بره الشغل. طب ممكن اعرف ايه الكلام اللي بره الشغل؟ نتعشى مع بعض بكره. اوكي. باي باي يا توتي. دودي. دلال، انا عندي ترخيص مدرسه. اكيد كلنا ملاحظين ان في الفتره الاخيره المدارس الانترناشونال بقى كل همها انها تلم مننا فلوس وخلاص. بقت بتتعامل معانا على اننا زباين وهم تجار، مش مدرسه كده عايزه تعلم قيم ومبادئ. هو احنا المفروض نفكر بعقلنا ولا بقلبنا؟ أنا شايفة إن الاتنين بيكملوا بعض، بس الأهم من كده الشغف. الشغف أهم حاجة في الدنيا، هو اللي بيدفعك تحقق حلم. بس تحقيق الحلم ده شيء مش سهل. الناس دايما بتشوف الشخص الناجح من بعيد، بيبقوا فاكرين طريقه سهل، بس لما بنقرب والصورة بتوضح بنكتشف إن تحقيق الحلم ده صعب قوي، عايز تعب ومجهود. وعايز برضه ناس حلوة تساعدك تقف من تاني. وتساعدك برضه تجدد شغفك لما تيأس. وأنا كنت محظوظة قوي في رحلتي. صحيح تعبت كتير، بس ربنا كافئني في النهاية. هي مش النهاية بالظبط، لأني لسه أصلاً ببتدي، ولسه عندي حاجات كتير قوي أحققها.